شاب بسيط ومعاه سنارة بسيطة، ولكن صيته وصل مصر كلها، بقى علامة من علامات راس البر، والناس بتجيله من كل المحافظات علشان تتعلم الصيد. قصة صعود حمو الصياد بيعرفك امتى تنزل تصطاد وازاي تخلي السمكة تروح لحد عندك. فيديوهاته على فيسبوك مكسرة الدنيا، وبيقولك تاكل انضف وارخص سمك في انهي حتة. تعالوا نشوف ايه حكايته. في راس البر، المكان اللي البحر فيه حكاياته ما بتخلص، والنيل ماشي جنب المية المالحة، طلع اسم بقى معروف عند أي حد ليه في الصيد. اسم بسيط لكن وراه قصة كبيرة، وليه جمهور وشعبية في الشارع وعلى السوشيال ميديا، وهو حمو الصياد. حمو مش مجرد واحد بيصطاد وخلاص، لا ده بقى علامة في المكان. لو نزلت راس البر وسألت أي حد فين حمو الصياد هيدلك عليه من غير تفكير. وشهرته ما بقتش بين أهل المنطقة دي، وصلت لمحافظات تانية، ناس بتجيله مخصوص علشان تتعلم منه وتسمع حكاياته مع البحر. الحكاية ابتدت ببساطة جدا. شاب عادي عاشق للبحر من صغره، كان بينزل يصطاد بإمكانيات بسيطة، سنارة على قد حاله وطعم بيجهزه بإيده، ومع الوقت بقى عنده خبرة مش عند أي حد، يعرف السمك بيحب إيه وبيطلع إمتى ومنين، كأنه حافظ البحر صم. ومع انتشار السوشيال ميديا خصوصا فيسبوك، حمو لقى فرصة يوصل للناس أكتر. بدأ ينزل فيديوهات وهو بيصطاد، يشرح للناس الطريقة، يقول لهم تستخدموا ايه وتعملوه ازاي. والفيديوهات دي عملت ضجة لان الراجل بيتكلم ببساطة من غير تكلف، وبيطلع كل اللي عنده من غير ما يبخل على حد. الناس حبت الصدق ده، وحست انه واحد منهم ومش بيعمل شو ولا بيستعرض، ده بيشارك تجربته بجد، لدرجة ان ناس كتير بدأت تجيله من محافظات زي القاهرة والدقهلية والشرقية والغربية مخصوص علشان تتعلم منه الصيد على الطبيعة. ومش بس كده، حمو الصياد كمان فتح باب رزق لنفسه، بقى عنده محل بيبيع فيه ادوات الصيد من سنارات وخيوط وكل حاجة الصياد ممكن يحتاجها. وكمان الطعم ده أهم حاجة، لأنه بيجهزه بطريقة معينة تخلي السمك يمشي وراه زي ما بيقول. واللي بيشتري منه مش بياخد حاجة وخلاص، ده بياخد نصيحة كمان، يقوله تستخدمها ازاي وأنسب وقت تنزل فيه وأحسن مكان ترمي فيه السنارة. يعني مش مجرد بيع، ده تعليم ببلاش. ومن الحاجات اللي زودت شعبية حمو الصياد كمان إنه بقى دليل للناس اللي عايزة تاكل سمك نضيف ورخيص. أي حد بيسأله ناكل فين يرد فورا ويدله على اماكن هو مجربها بنفسه، سمكها طازه وسعرها على قد الايد. وده خلى ناس كتير تثق فيه، مش بس كصياد لكن كواحد فاهم منطقه راس البر كلها. وحمو بقى قصه نجاح بسيطه من البحر وللبحر، لا معاه راس مال كبير ولا في ظهره حد مشهور، بس معاه مهاره وخبره وصدق وحب للي بيعمله. والنهارده لما تشوف فيديو من فيديوهاته على فيسبوك وتلاقي الاف المشاهدات والتعليقات، اعرف ان وراه سنين تعب وتجارب فيها صيد نجح وصيد فشل، بس في الآخر علمته ازاي يبقى حمو الصياد اللي مئات الآلاف بقوا يعرفوه.